هذا المنتوج اللي كتشوفوا قدامكم كيكثر عليه بزاف الاقبال في رمضان، الشعريه الصينيه او لا فيرميسيل. هذا الفيديو بحول الله غنحاول ندير معكم الماركه كاينه في الاسواق، نشوفوا التنقيط ديالها وكذلك المكونات. على بركه الله غنبداو باول نوع، هو هذا اللي قدامكم. هذه الشعريه الصينيه عاديه، غالبا كتكون بالدقيق ديال الذره. هذه ماشي ديال الارز، هذه العاديه، نقطه جد جيده، 200 نقطه مزيانه بزاف، ما فيهاش حتى شي ماده حافظه. كيبقى صراحه اختيار اللي هو مزيان، بالاضافه للسكر ما كاينش يعني السكر اللي هو مضاف، كتبقى صراحه اختيار اللي هو مزيان. غندوزو النوع الثاني لهذه الشعريه الصينيه عاديه، هي هذه اللي تشوفوا قدامكم. غنسكانيو الكود، النقطه هي هذه، صراحه احسن من الاولى بزاف، نقطه جد جيده 90%، حتى هي ما فيها حتى شي ماده حافظه، فيها واحد النسبه قليله تاع البروتينات. كذلك السكر فيها، ولكن النسبه اللي قليله بزاف كما شفتوا، 1 غرام على كل 100 غرام، شي حاجه اللي ما كتاثرش بزاف. غندوزو دابا النوع الاخر اللي هو الشعريه ديال الارز. كما شفتوا هذه الشعريه صينيه بالارز. حنا غادي نشوفوا هذا النوع الاول، غادي نحاولوا نسكانيو الكود نشوفوا شحال غادي يطلع لينا. النقطه هي هذه 72%، حتى هي نقطه ما بيهاش مزيانه. الحاجه اللي فيهم مزيانه الانواع كلهم ان ما فيهمش مواد حافظه، وكذلك السكر كيكون ناقص بزاف. بالنسبه لهذه ما فيهاش سكر نهائيا، ولكن فيه واحد النسبه قليله تاع الملح. دابا ندوزو نشوفوا التنقيط ديال هاد الصلصات الجاهزين، وحنا غنشوفوا واش فعلا مزيانين او لا. غنبداو باول وحده، هي هذه صلصه البيشاميل بالمذاق ديال الجبن، كما كتجي فيها بنكهه الجبن. حنا غادي نسكانيو الكود، النقطه هي هذه 60%، تنقيط ما بيش متوسط. فيها واحد النسبه تاع البروتين، الدهون مشبعه كاين، لكن بالنسبه لي قليله، السكر المضاف ما كاينش. وبالنسبه للمواد الحافظه حاجه اللي مزيانه انها فيها ماده واحده، ولكن عندها التاثير اللي هو ضئيل بزاف. دابا غادي ندوزو نشوفوا صلصه اخرى، هي هذه بالفطر. كما شفتوا معايا، هذا مستحضر يعني فيه كل شيء، كتخلط فقط كيعطينا صلصه اللي واجده. نقطه هابطه شويه 45%، نقطه اللي ما زويناش كاع بزاف. فيه المشكل انه فيه جوج مواد حافظين كما شفتوا بنقطه حمراء، اللي هما خايبين بزاف. الحاجه اللي مزيانه الملح فيها ناقص، حتى الدهنيات صراحه ناقصين. نشوفوا هذه الثالثه، هذه عباره على مستحضر لصلصات هذه بالابزار كما شفتوا معايا. غادي نحاول نسكانيو الكود. النقطه هي هذه هي 42%، بحال هذه اللي دابا شفنا شويه. هذا تقريبا نفس التركيبه، هي فيها جوج مواد حافظين خطيرين، الملح قليله، وكما شفتوا 42%، النقطه اللي واخا هكذا كتبقى هابطه شويه. صافي غندوزو هذه عباره على الخلطه ديال التوابل بالدجاج، داكشي كتبين عليها. نقطه هي هذه 42%، هادو تقريبا كلهم بحال. شوف لي شحال تاع الملح، فيها الملح بزاف بزاف، 16 غرام على كل 100 غرام. اما بالنسبه للمواد الحافظه راهم كاينين جوج، ولكن بالاصفر كما شفتوا، يعني تاثير اللي هو منخفض. غندوزو نوع اخر او خلطه اخرى، هي هذه اللي قدامكم. هذه خلطه توابل الدجاج كما شفتوا، هذه مختلفه على اللي شفنا دابا. نسكانيو الكود، النقطه بحالها 42%، حتى هي فيها الملح طالع بزاف. المواد الحافظه هما كاينين جوج. البروتينات كاينين، ولكن وكذلك الالياف، ولكن كيبقاو بالنسبه لي قليله بزاف. وهذه فيها السكر، واحد نسبه السكر، ولكن قالوا ان محترم المعايير، فيها 11 غرام فاصل 4 على كل 100 غرام. كنتمنى انكم استفدتوا من لا فيديو. ما تنساوش البارطاج باش تكون فائده، واللي ما اشترك يشترك باش يوصلوا كل جديد. الى فيديو قادم بحول الله.